السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. تملي كده بعد كل مباراة للنادي الاهلي والاهلي بيبقى فايز، ودايما بحب يكون فايز عشان اعرف اعمل فيديو كده، فيديو يكون حماسي وش الواحد يكون مفروض ان الاهلي فاز وفرحان. لكن النهارده بتفرج على ماتش الاهلي والداخلية، والله مكسوف للاهلي واداء النادي الاهلي ولاعيبة النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي وصل للمرحلة دي يا جماعة. والنهارده الاهلي بيتعادل مع الداخلية تعادل غريب، يعني الاهلي دايما ملك ال90، لكن الداخلية النهارده عامل كمين للنادي الاهلي وبيتعادل مع النادي الاهلي في الدقيقة 90 وكمان ب10 لعيبة. فريق ناقص 10 لعيبه بيتعادل مع النادي الاهلي. وغير تصريح كولر، يعني تصريح كولر ده بيقول لك ما تنتظرش بطولات من النادي الاهلي، يعني بيقول لك اللعيبه منهكه وعايزين ندور اللعيبه وكل يوم تشكيل، وان اللعيبه مش ثابته على اداء. نفس تصريح ريكاردو سواريز، نفس تصريح موسيماني، نفس تصريح كولر. يعني تصريح كولر بالعربي بيقول لك ما تنتظرش اي بطوله للنادي الاهلي باللعيبه دي. ما تطلع يا عم كولر وتقول لي اللعيبه دي ما ينفعش في النادي الاهلي، اللعيب ده ما ينفعش العب بيه، وخلي الاداره تصرحه. لكن طبعا العيب مش عيب مدرب، العيب عيب اداره يا جماعه. مش كل ما نتكلم هنطلع العيب في ريكاردو سواريز، موسيماني، كولر، ونسيب اللعيبه في النادي الاهلي. النادي الاهلي كان دايما بيفوز بالثمان سنين ورا بعض بالدوري. لما بنخسر دوري سنه واحده بتكون جنازه وبنرجع بعد كده نجيبه. دلوقتي بقالنا سنتين خسرانين الدوري المصري ورا بعض، سنتين على التوالي. والسنه الثالثه دي يا عالم هنفوز بالدوري او مش هنفوز بجوده اللعيبه والخامه اللي موجوده عندنا وسهرات الاصابات في النادي الاهلي. خالد عبد الفتاح بيتصاب في الركبه برضه. مشكله الاصابات في النادي الاهلي، يعني النهارده الاهلي امام الداخليه صفر كوره بالامانه، دفاع شوربه. اللعيبه عندها انانيه مش موجوده، يعني كان ممكن نقدر نفوز 2 أو 3 وبالروح. برضه هنرجع لنقطه المهاجم. هو المهاجم ده بايد كولر. كولر قال لك انا عايز مهاجم سوبر يا جماعه. اداره النادي الاهلي وامير توفيق ما جابش مهاجم سوبر لمارسيل كولر. فهنطلع بقى لو الاهلي عمل نتائج سيئه وخسارات وفقد نقاط متتالي، هنطلع ونقول المدرب وحش والمدرب هيمشي واللعيبه السيئه هتقعد في النادي الاهلي. بكده الاهلي مش هيجيب بطولات طالما اللعيبه دي موجوده في النادي الاهلي. خلينا نروح للفيديو ومباراة النادي الاهلي والداخليه، ونتكلم عن مباراة النادي الاهلي والداخليه. ومعاكم حسن نور بقناه على اليوتيوب، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتدعم الفيديو بلايك وكمل معايا الفيديو للنهايه. ونبدا الفيديو على بركه الله، وما تنساش تصلي على النبي. مباراة النادي الأهلي والداخلية في الدوري المصري الممتاز. أولا أحب أذكرك إن في 4 مارس عندك مباراة مع القطن الكاميروني. لازم تفوز مباراة القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا عشان يكون ليك أول فوز، وبكده يكون عندك 4 نقاط ويكون عندك الأمل في الاستمرار في دوري أبطال أفريقيا. نيجي النهاردة أمام الداخلية، بنتعادل مع الداخلية ناقص العدد من الدقيقة 80. حاجة يعني غريبة جدا يا جماعة. وشايف الجول بتاع الداخليه ازاي، وكمان ممكن النهارده كان يتسجل فينا الهدف الثاني ويدخل فينا الهدف الثاني بعد الهدف الاولاني اللي جابه الداخليه في الوقت بدل الضائع في نهايه المباراه. دفاع النادي الاهلي سيء جدا. مارسيل كولر مش مظبط الدنيا، في حاجه غريبه يا عمي. ريح ديانج وحش قوي، ديانج ما بيأديش. مجدي قفشه انت مصر على مجدي قفشه. انا من اداره النادي الاهلي مارسيل كولر، مجدي قفشه ده ما ينفعش يلعب يا جماعه في النادي الاهلي بامانه. ايه الحاجه اقنعني، ايه الحاجه اللي بيقدمها مجدي قفشه عشان يستمر في النادي الاهلي، او محمد شريف او بيرسي تاو؟ النادي الاهلي بنقول لك النادي الاهلي بيواجه مشاكل في اللعيبه، في مراكز اللعيبه. انت محتاج باك يمين، محتاج خط وسط مهاري جدا، محتاج مهاجم سوبر عشان يترجم لك الفرص اللي ضايعه. انت راجل بالصلاه على النبي كده بتروح على المرمى 4 مرات 5 مرات ما تعرفش تسجل هدف. الداخليه بيروح بكوره او 2 بيسجل منهم هدف. النهارده اي فريق بيلعب قدام النادي الاهلي بيروح بكوره ب2 في خط الدفاع وخط الظهر بيتضرب بسهوله، وفي مساحات بين الخطوط كتير قوي. وشايفين رامي ربيعه بيلعب اساسي بناء على ايه يا جماعه؟ هل هو لاعب في الفورمه؟ هل ده لاعب هيدي لدفاع النادي الاهلي قوه؟ هيخلي دفاع النادي الاهلي متماسك؟ ده النهارده رشيد احمد، يا سلام، دوران من رشيد احمد بيحط رامي كده ربيعه في ظهره وبيحطها في الجول للشناوي، والشناوي طالع يا شناوي. ايه يا رامي ربيعه؟ ايه حلاوه دفاع النادي الاهلي والشوربه في اداء النادي الاهلي النهارده؟ وايه يا عم كولر ما تظبط كده شويه؟ انت عايز تدور الدكه وعايز تدور اللعيبه، وبتقول تصريح غريب النهارده، بتقول لعيبه الاهلي منهكه من ضغط المباريات
كل 3 ايام بنلعب مباراه يا باشا. اولا احنا لو نقارن الدوري الانجليزي او الكره في اوروبا بالنادي الاهلي، الدوري اوروبا او الدوري الانجليزي بيلعب عادي كل 3 ايام مباراه، لكن هناك كره تانية. احنا ما عندناش كره، هي الكره اللي بيلعبها النادي الاهلي دي، وامام الداخليه او سيراميكا كليوباترا مع احترامي للفرقه دي كوره تنهك اللعيبه، تخلي عند اللعيبه ضغط مباريات. ده اللي بنقوله من بدايه الدوري المصري. بقول لك لعيبه النادي الاهلي ممكن فازت مباراه 2 3 4 عشان مفيش ضغط مباريات، اللعيبه لسه في اللياقه البدنيه بتاعتها. بنرجع لضغط المباريات وبنرجع للارهاق وضغط اللعيبه، وداخلين كمان البطوله العربيه. ما ترفض البطوله العربيه لما انت عارف عندك ضغط مباريات. يا مارسيل كولر قول له انا مش هقدر اشارك في البطوله العربيه عشان عندي بطوله دوري ابطال افريقيا المهم والاهم، وعندي الدوري المصري بقالي سنتين مش قادر اجيبه، بيروح مني بسبب اللعيبه وبسبب ضغط مباريات وبسبب ارهاق وجهاد اللاعبين. فانا اعتزل البطوله العربيه لما انا عارف عندي ضغط مباريات. لكن انا اشترك في البطوله العربيه بناء عليها هل عندك لعيبه مجهزه تقدر تشارك وتلعب في دوري ابطال افريقيا وترجع بكامل لياقتها، ترجع تأدي في الدوري المصري وتلعب مباريات بشكل كويس وتقدم مستوى كويس وتقدر تحقق الفوز وتحقق النقاط، وكمان تحافظ على صدارة الدوري المصري الممتاز والفوز نهاية الموسم بالدوري ما يروحش منها. وهل هشارك في البطولة العربية وأقدم مستوى كويس يليق بالنادي الأهلي والكرة المصرية، ولا هرجع أفايا يأمر عيش؟ النهارده الشوط الأول والداخلية 45 دقيقة يا جماعة عك كروي. اقسم بالله عك كروي. انا ممكن النهارده بتفرج بقول انا ممكن ما بتفرجش على النادي الاهلي. هو ده اداء النادي الاهلي. النادي الاهلي كان ممكن يبقى مطرود منه. انا كنت لسه لسه عيل صغير بتفرج على مباراه النادي الاهلي، كنت لسه بشجع النادي الاهلي والاتحاد السكندري، وكان مطرود حسام غالي والنتيجه 0-0. الاهلي في الشوط الثاني بيفوز على الاتحاد السكندري 3-0. النهارده بنتفرج على الداخليه مطرود منه واحد في الدقيقه 80 بيتعادل مع النادي الاهلي 1-1، والنتيجه يا جماعه كانت ممكن 2-1 لولا ربنا ستر برضه من رشيد احمد اللي اخذ رجل المباراه النهارده. محمود كهربا بيسجل هدف، مجدي قفشه الله يسامحه ورامي ربيعه ضيعوا مجهود محمود كهربا والهدف اللي سجله. ده نفس مشكله مباراه صن داونز. طيب انت يا عم كولر لما جيت النهارده بتلقي اللوم وبتطلع العيب في ضغط المباريات وارهاق اللعيبه، انت ضيعت مننا فوز مهم جدا. ممكن نقول معلش لو فزت في مباراه صن داونز كنا هنشرب ونعدي تعادل النهارده مع الداخليه. ضيعت الفوز علينا امام صن داونز. انت يا راجل سجلت هدفين وفايز 2-1 على صن داونز، ما امنتش خط نص ملعبك ليه وسايب الجندوزي وسحايب حمدي فتحي بره وفاتح على البحر لحد ما بتستلم الهدف الثاني على ارضك، وبقيت النتيجه تعادل ايجابي 2-2. فقدت نقطتين مهمين. يعني كان الفوز ده هيخليك شامم نفسك. فوزك على صن داونز كان لو اتعادلت مع اسوان او اتعادلت مع الداخليه هنعديها مباراه جايه وهنعوضها. لكن الاداء السيء للنادي الاهلي بعد كاس العالم للانديه، لا ده مش الاهلي ده. ما تجيش بقى تقول لي ضغط مباريات. انت ضغط مباريات في عندك تشكيل غلط. ما تحطليش رامي ربيعه تبدا برامي ربيعه النهارده. محمد هاني برضه بتخليه يشوط ضربه جزاء في مباراه صن داونز. علي معلول ديانج وحش. طب ما تقعدوا يا باشا. ديانج ضغط مباريات الراجل ما نقدرش نقول ديانج مش لاعب، او ديانج لو بيفكر في الاحتراف وفي عقد احتراف كويس لديانج يمشي يا جماعه اتفضل، طالما هو تفكيره كله في الاحتراف ومش مركز في الملعب مع النادي الاهلي. فلو في عقد احتراف كويس لديانج يطلع بشرف من نادي الاهلي وما يكرهناش في الكوره او يكرهنا في شخصيه ديانج المتعودين عليها، حبه للتيشيرت الاحمر وللنادي الاهلي وراجل بيأدي في الملعب. لكن انا لو شايف ديانج مرهق او مجهد وده السبب الوحيد في تراجع مستوى ديانج في الملعب مع النادي الاهلي، ريح له مباراه 2. وعندنا ما شاء الله في خط الوسط لعيبه كتيره، مروان عطيه والسوليه وحمدي فتحي والجندوسي ولاعيبه كتير قوي هتسد مكان ديانج. لكن انا ما لعبوش وهو مش هيأدي مش هيفيدني.
ما عندوش جديد هيطلعه طالما هو مرهق وتعبان. نيجي لحته مجدي قفشه بقى. مجدي قفشه يا عم كولر الراجل ده مش هيفيدك باي حاجه. انا ممكن اعدلكم 5 لعيبه 6 لعيبه لو انتم بتسمعوني يا اهلاويه، اي واحد وانا اتمنى انه يمشي من النادي الاهلي. اولا بيرسي تاو، مجدي قفشه، طاهر، محمد طاهر، محمد شريف، شادي حسين. ما تقنعنيش ان انت تقول لي شادي حسين ده مهاجم النادي الاهلي الاول، او ما كناش مشينا حسام حسن وقلنا خلينا حسام حسن ما جبناش شادي حسين، ولا تعبنا نفسنا بقى في صفقات، ولا عملنا تليفونات، ولا عملنا عقود، ولا وجع قلب، ولا رعايه، ولا الكلام الفاضي ده. احمد زي الحاج احمد، واحنا عارفين جوده اللاعب المصري بيمشي على سطر وبيسيب سطر، وده اللي شايفينه في النادي الاهلي. انا ما بتكلمش على لاعب في الدفاع او في خط الوسط، انا بتكلم على مهاجم وراس حربة صريح. احنا بنلعب ممكن في الماتش 10 ضربات. بقى لحته الضربات الحره والكرات الثابته والكرات العرضيه، محمد هاني مش عارف يعمل كره عرضيه كويسه النهارده. ضربات حره ما عنديش لاعب بيشوط ضربات حره، ما عنديش لاعب بيشوط ضربات جزاء غير علي معلول. لو احط الثقه في علي معلول، بعد علي معلول هطلع مين؟ حمدي فتحي. اطلع مين؟ محمود متولي. طلع مين؟ محمد عبد المنعم. فانت ناقصك كتير في النادي الاهلي، ناقصين يا جماعه وينجين طيارات نفاسات، لازم وينجين صراع في النادي الاهلي. عايز ايه تاني يا باشا؟ عايز راس حرب، عايز ايه تاني؟ 2 في نص الملعب تكون عندهم مهاري وحلول فرديه. الاهلي يا جماعه ما فيهوش حلول فرديه، هو ده الاهلي. ده النادي الاهلي الاول في مصر وفي افريقيا ما يبقاش عنده لعيبه عندها حلول فرديه. انا عندي احمد عبد القادر ده هو، انا لو مدرب اهل احمد عبد القادر بدنيا اولا، وبعدين العبه كوره. فورمه احمد عبد القادر دي مش فورمه لاعب كوره، انا اهله بدنيا عشان يقدر يقف على رجليه، يقدر الالتحامات. احنا شايفين محمد صلاح دلوقتي اللاعب بيزقه في الدوري الانجليزي ولياقه بدنيه ما شاء الله، ده بسبب التاهيل البدني والشغل البدني واللياقه البدنيه. لكن اللاعب لا يمتلك لياقه بدنيه ما بقاش لاعب كره قدم، هيجري خطوتين وهتلقى لسانه قد كده اهو. في النادي الاهلي ناقصه كتير، هو ده دفاع النادي الاهلي يا جماعه. يبقى له 3 ماتشات 4 ماتشات بتسجل هدف بص من الهوا. احنا خسرنا من الهلال، تعادلنا مع صن داونز، والنهارده بنتعادل مع الداخليه، الداخليه بيلعب 10 لعيبه وبنتعادل معاه. نيجي للشوط الثاني، الاهلي نزل. انا نيه ايه؟ فرص ضيعه ايه يا جماعه؟ خط الوسط ايه؟ بتيجي ركنيه لينا واحنا متعادلين 1-1. الركنيه دي لانها في نص الملعب مع مجدي قفشه. معقول يا جدعان تضييع الوقت ده؟ معقول الانانيه اللي في النادي الاهلي؟ النادي الاهلي امام الداخليه مش عارف النهارده يفوز على الداخليه. الهدف كهربا هو اللي سجل الهدف وضيع مجهوده. مجدي قفشه بيعمل ايه؟ لاعب صانع العاب مثلا، لا بيعمل اسيست، لاعب اخره بيلف حوالين نفسه، بيقوم يفكر يرجع كرة للدفاع. يا ابني انت لاعب صانع العاب، ما ترجعش للدفاع. الاهلي بطيء في بنايه اللعب، الاهلي بطيء في الاستلام، في التمرير مفيش دقه تمرير، الكرة في رجل اللاعب. اكتر حاجه بيعملها بيقول لك انا اتخلص من الكوره، بيفكر اكتر حاجه يتخلص من الكوره وما يتحملش المسؤوليه. الاهلي لو بيلعب بروح وبفلنة النادي الاهلي امام الداخليه هياكل النجيل. اللعيبه مش قادره تجري، اللعيبه مش متحمله المسؤوليه، اللعيبه بقى لها 2 خسرانين الدوري المصري الممتاز ولا على بالهم. الجمهور يولع، يحرق اعصابه، يشد في شعره، انا باخد فلوس وخلاص. يعني لو طلع لعيبه تستمر في النادي الاهلي، اولهم معلول، يانج، محمود متولي، محمد عبد المنعم، الشناوي. لكن الشناوي برضه لازم يبقى ليه بديل. اي حارس بيغلط واي لاعب بيغلط، لكن الشناوي لازم واحد ينافسه على حراسه مرمى النادي الاهلي. اما الهجوم بقى شريف وشادي والكلام ده كله لازم يشوف مصلحته بعيد النادي الاهلي يا جماعه. احنا مش هنقعد في كل ماتش نحرق دمنا. احنا عم كولر مش عايزين تصريحات، احنا عايزين نتائج ايجابيه. كولر مدرب كويس، لكن بالمجموعه والمنظومه اللي معاه دي مش هيقدر يستمر في افريقيا، مش هيظهر بمستوى ممتاز في افريقيا، مش هيقدر يحصل على افريقيا، مش هيقدر ياخد الدوري المصري، مش هيقدر، ممكن ما ياخدش كاس مصر في نهائي كاس مصر امام بيراميدز، ممكن ياخد على قفاه كمان في بطوله العربيه. الاهلي لما كان فريق قوي
والاهلي نجح عشان كان عنده اداره كويسه. اللي ما عجبوش اداؤه ولعبه في النادي الاهلي اتفضل بره النادي الاهلي. انت ما تلقش بالنادي الاهلي. لاعب النادي الاهلي لاعب لازم يتحمل مسؤوليه، لاعب لازم يكون فورمته عاليه، لاعب لازم يأدي ال90 دقيقه في الملعب، ما بيستسلمش. احنا زمان كنا كلنا ثقه في اداره النادي الاهلي ولعبه النادي الاهلي. اهلي لحد الدقيقه 90 وكان يبقى خسران كنا واثقين ان النادي الاهلي يسجل جون في اي دقيقه. دلوقتي ده احنا بنبقى متعادلين او بنبقى مثلا فايزين وخايفين النادي الاهلي يخسر او يتعادل. بنبقى متعادلين بنقول يا رب نطلع تعادل، وما عندناش ثقه ان الاهلي يقدر يسجل هدف التعادل. يا جماعه الاهلي رايح فين؟ فانا شايف الحل في وضع النادي الاهلي ونتائج الاهلي دي مش تدريبيه. الوضع بامانه يعني، وما تقوليش الوضع اداريا. اداره النادي الاهلي وسبب الصفقات الفاشله دي هو النادي الاهلي. الصفقات دي ما تصلحش للنادي الاهلي يا جماعه. جايب صفقه او اتنين حلوين والباقي ملوش لازمه. مروان عطيه والجندوزي شغله عال، وخدع فتاح اتصاب، وايه شغله الاصابات وسهرات الاصابات دي. اولا مانويل الجزيري واي مدرب بيجي النادي الاهلي بيقول لهم ارضيه ملعب تاتش ما تنفعش، التتش ما ينفعش ان هي تصلح لتدريب النادي الاهلي، فلازم تغيروه. محدش سامع، كله عامل ودن من طين ودن من عجين. يا ريت تغيروا الارضيه، مش هتكلفكم كتير، احسن من اللعيبه كل شويه بتتصاب وتروح تصفرها المانيا والنمسا. اكرام جاله ربيع صليبي قبل كده، اللهم صل على النبي اكرم توفيق، احمد حمودي، لعيبه كتيره بتجيلها رباط صليبي بسبب التمرين والارضيه الملعب وحشه. يعني بصراحه مش هقول حاجه كده لفظ وحش، لا تصلح لتدريب النادي الاهلي وفريق بحجم النادي الاهلي. فياريت تهتموا بالنادي الاهلي شويه اداريا. اللاعب اللي ما ينفعش يمشي. كفايه حرق الدم، وقدروا الجمهور اللي عمال يحرق في اعصابه في المدرجات وبيشجع وبيروح ويجي، واللعيبه مش على بالها. كده وصلنا لنهايه الفيديو. دي قناه على اليوتيوب، فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنوني ان شاء الله في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.